بص، هما 3 حاجات عرفونا كل القصه من اولها لاخرها، اذا كان احمد دياب ده على حق ولا على غلط. حلقه بتاريخ الاعلام الرياضي الزفر كله والله يا ابني، مفيش حلقه قد ما ابراهيم فايق قدمها. اللي بص، من قبل اي حاجه طبعا بندعي احمد رفعت ان ربنا يرحمه، الراجل اللي النهارده شفنا حقه بيتهدر كده قدامك، انت شايف وبتسمع من كميه اكاذيب وشايفها قدام عينك وعمال تثبت لك من نادر شوقي ومن ابراهيم فايق ومن الراجل ايمن الشراعي بتاع الراجل رئيس نادي انبي، وخلاص عرفت، والمحامي بتاع احمد رفعت عرفت مين كذاب ومين متهم ومين عليه الحق، وكل حاجه هتروح هدر في الاخر. لكن تشيد بس كده بالراجل اللي طلع بجد من راجل يعني من انظف الاعلاميين وتفوق على اعلاميين كبار قوي، هو ابراهيم فايق، الراجل اللي ما خافش ولا رجع في كلامه ولا اي حاجه، في ثانيه لغى الحلقه وقال لك تعالى بنكشف كل الاحداث. ده راجل يتوجه الشكر. تاني واحد طبعا صاحبه انتيم عمره ووكيله وكل الكلام ده نادر شوقي، الراجل اللي هو بص يعني مقهور على مقهور على اللاعب بتاعه وكميه الكذب، والراجل اللي كان قد الكلمه واللي قال لك انا جاي لي مليون مكالمه ان انا ما اطلعش اتكلم، وطلع اتكلم وقال لك لا انا هاجي ولازم عشان ده دين في رقبتي. الراجل ده هيجي لي في الحلم يقول لي انت ما اتكلمتش ليه؟ واللي بالمناسبه يعني هو نفسه نادر شوقي بيقول لك ان هنا كان الحلقه اللي فاتت لما احمد رفعت كان مع ابراهيم فايق كان عايز يقول وانا اللي سكت، قلت له طب واحده واحده، يعني من دلوقتي انت بتطمن الناس عليك بعد كده نكشف الحقيقه. لكن ربنا افتكر احمد رفعت وجه دور نادر شوقي، دور الراجل ما خلاش. وانا هنا بتلخص الحلقه كلها في حاجتين بس هم اللي ثبتوا لي مين كذاب ومين حقيقي. اول حاجه طبعا شهاده اخو اللاعب اللي قال لك روحوا اسالوا احمد دياب، ده المسؤول عني، خلاص نهى الموضوع، قال لك ان احمد دياب ده هو اللي رامين عليه واللي كان احمد رفعت قصده عليه، فخلصت الموضوع. تاني حاجه احمد دياب نفسه اللي هو النائب المحترم اللي كل الكلام ده لما قعد يقول لك ده انا بطمن على احمد رفعت وبتكلم نادر الشوقي طول الفتره اللي فاتت وكده، نادر شوقي حب يوصل بس بكلمه بسيطه ان الراجل ده كذاب. اما طلع قايل لك ايه، ازيك يا سياده النائب، وحشني من شهر 3 اللي فات ما سمعتش صوتك. دي من مبدئيا كانوا بيقولوا ايه، انت كذاب، انا ما سمعتش صوتك من ساعتها وانت ولا في مكالمات ما بيننا ولا اي حاجه، فكل اللي انت بتحكي ده هاري. ده تاني حاجه. تالت حاجه طبعا واللي كانت باينه وفضحت الدنيا، فتره الجواب المعايشه بتاع احمد رفعت، اللاعب عنده 29 سنه واخدين منه نص مليون دولار من الوحده الامارات عشان يطلع سنه اعاره فتجيب له معايشه ب3 شهور، فالراجل يروح هناك على اساس ان هو معاه سنه يكمل ال3 شهور ويزيد عنهم لحد ما يخلص السنه وما يعرفش كل دون. فكل ده جعل طبعا بالغرامه وبالوقوف وباللي هو كده متهرب من التجنيد عشان يرجع فيتحبس، ومش عارف ده كان فايدته ايه، يعني ايه الغرض من ان انت عملت في لاعب كده.